إن الله عز وجل قد جعل أسبابا لإجابة الدعاء، بل إن بعض أسباب إجابة الدعاء لو فعلها الكافر لأجيب دعاؤه. الكافر لو أتى بهذا السبب لاستجيب دعاؤه. ما هو هذا السبب؟ يقول الله عز وجل: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. كل من كان مضطرا تعلق قلبه بالله، لأن المضطر لا خيار أمامه إلا واحد. كل من انقطعت علائقه وظنه بغير الله ولم يصبح قلبه متعلقا إلا بالله، فأصبح دعاؤه كدعاء المضطر، فإنه يستجاب دعاؤه ولو كان كافرا. ولو كان كافرا، شوف، ولو كان كافرا. ولذلك جاء في بعض الأحاديث أن في آخر الزمان لا ينجي المرء إلا أن يدعو بدعاء الغريق. من سقط في لجة البحر يوما ثم أنجاه الله عز وجل يعلم أن الذي في لجة البحر إذا التفت اليمين والشمال لا يرى إلا ماء، وإذا غاص في البحر رأى ظلمة، فكيف إذا اجتمعت عليه الظلمات الثلاث؟ الغريق هذا يعلم ألا ملجأ له ولا منجأ إلا الله. هذا الغريق من دعا كدعائه استجيب دعاؤه. ولكن الناس درجات في قوة الاضطرار، درجات في قوة الاضطرار. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. كلما كان اضطرارك أعلى ويقينك به سبحانه وتعالى أتم، كلما كان أتم في الإجابة.